المشكله في البراند بتاعك مش في ان الميديا باير اللي معاك مش شاطر. المشكله في البراند بتاعك مش ان الكولكشنز اللي انت عملتها مش عارف تبيعها لاي سبب ما. المشكله في البراند بتاعك مش ان انت مش عارف تكسب لان التصنيع سعره عالي عليك. المشكله في البراند بتاعك مش ان شركه الشحن وحشه. المشكله في البراند بتاعك ان انت مش عارف تحسب حساباتك وارقامك بشكل صح. وفي الوقت اللي انت تقدر تحسب فيه ارقامك بشكل صح، صدقني قرارات كتير قوي هتقدر تاخدها بشكل احسن. وصدقني وقتها تقدر تدير المنظومه بتاعتك بشكل احسن. وصدقني علاقتك مع المصانع، علاقتك مع شركات الشحن، علاقتك مع الايجنسي اللي انت شغال معاها هتبقى احسن بكتير قوي. الفيديو ده انا عامله عشان نحقق الهدف ده. انا عامله علشان نحقق الهدف بتاع ان انت تبقى قادر تقرا ارقام البيزنس بتاعك بشكل صح، وتبقى قادر تسجلها بشكل صح. فلما تبقى قادر تعمل ده، كل حاجه بالنسبه لك تبقى واضحه، وتبقى عارف تشاور بجد على التحدي اللي بيقابلك دلوقتي في البيزنس بتاعك، وعارف في نفس الوقت تبص على الفرصة اللي انت قادر تروح لها في المستقبل. اول حاجة هنبدأ نتكلم فيها في الفيديو ده هي الارقام المهمة اللي انت لازم تبقى عارفها، او المصطلحات المهمة اللي انت لازم تبقى عارفها وانت شغال على البراند بتاعك. واول مصطلح هنبدأ فيه هو المصطلح بتاع الريفينيو. سيجما يعني ايه ريفينيو؟ ريفينيو يعني اجمالي المبيعات او السيلز اللي احنا بنعملها في البراند بتاعنا. والريفينيو ده احنا بنقسمه لحاجتين مهمين قوي. بنقسمه لاول حاجه اسمها جروس ريفينيو، والحاجه التانية اسمها نت ريفينيو. جروس ريفينيو بكل بساطه معناها اجمالي المبيعات، ونت ريفينيو معناها صافي المبيعات. اجمالي المبيعات يعني ايه يا سيجما؟ يعني على سبيل المثال احنا النهارده كل المبيعات اللي عملناها في البيزنس بتاعنا على الداشبورد على شوبيفاي وليكن مليون جنيه. المبيعات دي ده الاجمالي. لسه عندنا ايه؟ لسه في مرتجعات، لسه عندنا ايه؟ لسه في خصومات احنا كنا عاملينها للكاستمرز بتوعنا عن طريق مثلا برومو كود، او عن طريق ان انت لو اشتريت تو ايتمز هتاخد التالتة فور فري. كل الكلام ده بيقلل معانا في المبيعات بتاعتنا. فالمليون جنيه، وليكن هنا احنا عاملين مليون جنيه على الداشبورد. المليون جنيه مش بنستلم مليون جنيه كصافي مبيعات، بنستلم وليكن 800 ألف جنيه. طيب ال 800 ألف جنيه دول بعد ايه يا سيجما؟ بعد رقم واحد تاني المرتجعات اللي انت عاملها او المرتجعات اللي عندك. رقم اتنين الفلوس اللي انت بتشيلها كشحن، انت بتشيله كبزنس. لان وليكن مثلا انت بتشحن مع شركة شحن بتقدم لك شحن ب 90 جنيه، فانت بتخلي العميل يدفع 80 وانت بتتحمل 10 جنيه. فده بيبقى في المصاريف بتاعتك على سبيل المثال في الديسكاونتس اللي انت عاملها. فبالنسبه لي الرقم اللي انا ببدا ابص عليه عشان ابدا احكم احنا صرفنا قد ايه في الاعلانات وجالنا قد ايه مبيعات، مش الجروس ريفينيو. انا بركز على النت ريفينيو او صافي المبيعات بتاعي. فطول الوقت لازم تركز على الرقم ده. طيب الرقم ده احسبه ازاي؟ الرقم ده هتحسبه رقم واحد عن طريق تحصيلات الشحن، التحصيلات اللي انت بتجمعها من شركة الشحن بتاعتك لو انت شغال كاش اند ديليفري. الحاجة التانية عن طريق المدفوعات، البيمنت جيت ويز. الحاجة التالتة لو انت في البيزنس بتاعك بتستقبل فلوس عن طريق مثلا في مصر عن طريق حاجة اسمها انستا باي، او عن طريق الموبايل وولت، لازم كل شهر تبدأ تجمع كل الفلوس اللي داخلة من كل ده، بحيث يكون الفلوس اللي دخلت لك هو ده صافي المبيعات اللي انت عملتها. فبناء عليها نبدأ نحكم بجد البيزنس بيكبر ولا لا. طيب عارفين ايه يا جماعة المشكلة اللي براندات كتير جدا بتقع فيها هنا؟ فكروا فيها، ايه المشكلة اللي براندات كتير جدا بتقع فيها هنا؟ المشكلة ان هم طول الوقت بيركزوا بس على الجروس ريفينيو، على اجمالي المبيعات اللي هم عملوها. ولما نيجي نشوف بقى هم حصلوا قد ايه من اجمالي المبيعات ده، او الفلوس او المبيعات اللي هم عملوها فعليا والعملاء استلموا قد ايه، ما نلاقيش مثلا ان الرقم وليكن 800 الف او 900 الف، نلاقي ان الرقم ده نص مليون. فمعناه كده ايه؟ معنى كده ان الاعلانات اللي انت صرفتها انت ما صرفتهاش عشان تعمل مليون جنيه، انت صرفتها عشان تعمل نص مليون جنيه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت الكوست بير بيرشيس او التكلفه اللي احنا صرفناها في البيع اعلى بكتير قوي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا احتمال كبير قوي نبقى خسرانين، او احتمال كبير قوي احنا بنبص على البيزنس من برسبكتيف او من شكل غلط. فاحنا كده فهمنا جزئيه المبيعات، ولما نبدا نترجم ده على الشيت الموضوع هيوضح اكتر وهيوضح. كل ما نغير رقم صغير، لو مثلا احنا بايعين بمليون جنيه جروس ريفينيو وحصلنا منهم نص مليون جنيه،
قد ايه الموضوع مختلف تماما كمكسب عن ان احنا مثلا نحصل 800 الف جنيه او 900 الف جنيه. فلازم طول الوقت تركيزك على النت ريفينيو الى جانب الجروس ريفينيو بتاعك. الحاجة التانية اللي هنبدأ نتكلم فيها الا وهي الجزئية بتاعت الكوجز. يعني ايه الكوجز؟ يعني المصاريف اللي انت صرفتها علشان يبقى المنتج معاك. والمصاريف دي بتنقسم لكذا حاجة. اوقات كتير قوي ناس لما بنتكلم معاهم عن جزئية الكوجز يقولك والله انا صرفت مثلا مصنعية مع المصنع وليكن 100 جنيه فدي الكوجز بتاعتي. لا، دي مش الكوجز. الكوجز او زي ما احنا بنسميها كوست اوف جودز سولد، تكلفة البضاعة المباعة، بتبقى اول حاجة تكلفة المنتج نفسه. كوست اوف برودكت، تكلفة المنتج بالنسبة لي قد ايه. وليكن مثلا انا تكلفة المنتج بالنسبة لي 300 جنيه. طيب هل ده كده وخلاص؟ هل الكوجز بتاعتي كده وخلاص انا بقول ده الكوجز بتاعي؟ لا، مش دي تكلفة البضاعة المباعة بس. البضاعة دي مش ليها باكجينج او ليها تغليف. التغليف ده لازم نبدأ نحطه في الكوجز بتاعتنا، باكجينج او باكينج. وليكن انا بعمل باكجينج للقطعة بتاعتي ب50 جنيه بس. لا، مش القطعة دي احنا صرفنا عليها نقل. النقل ده علشان نقدر نجيب مثلا البضاعة من المصنع عشان نحطها عندنا في المخزن، او نجيب القماش لو احنا شغالين في الملابس من التجار بتاع القماش بتوع القماش عشان نقدر نوصلها للمصنع. الكلام ده كله ترانسبورتيشنز والكلام ده كله بيكلف. فلازم نبدأ ان احنا نحسب ده. ليكن هنا نقل، فعلى اعتبار مثلا ان احنا بنكلف على القطعة الواحدة 5 جنيه. فلما نبدأ نحسب كل الكلام ده، احنا مش بندفع بس 300 جنيه. لا، احنا بندفع 355 جنيه. وال 55 دول بيفرقوا بشكل كبير في المنتج بتاعي، بيفرقوا بشكل كبير في المكسب اللي انا بعمله في البيزنس بتاعي. فده الكوجز، الكوست اوف جودز سولد. ولما بنيجي نتكلم على الجزئيه بتاعت الكوجز، في مشكله من اكبر المشاكل اللي براندات كتير جدا بشوفهم بيقعوا فيها، الا وهو ان هما لما بيبداوا يحسبوا انا النهارده مثلا الكوجز او السعر بتاع تكلفة المنتج بالكامل هيكلف كام من سعر البيع. بلاقي ان في براندات كتير جدا لما تيجي تسعر بيبقى سعر البيع بتاعها على اعتبار ان انا هبيع ب100%، فبتلاقي الكوجز او تكلفة البضاعة، تكلفة المنتج 70%، وتلاقيه سايب لنفسه 30% بس هامش ربح. جماعة، ده غلط تماما، ودي مشكلة كبيرة قوي. ليه مشكلة كبيرة قوي يا سيجما؟ لان انت بالشكل ده انت هامش الربح او اجمالي هامش الربح بتاعك، ولسه هنتكلم عليه برضو الخطوة الجاية. اجمالي هامش الربح بتاعك ده في جواه ماركتينج، وفي جواه اوبريشنز، وفي جواه المكسب بتاعك. 30% صعب قوي في مجال زي مجال الملابس انها تكون بتشمل كل ده. فللأسف هتلاقي نفسك بتبيع كويس، هتلاقي نفسك بتعمل ريفينيو وعندك نت ريفينيو كويس، بس على الجنب التاني انت بتصرف على البيزنس عشان يقدر يقوم. انت بتصرف على كل قطعة عشان تقدر تمشي، وده غلط كبير قوي. طب يا سيجما، هو ايه النسبة الهيلثي للتصنيع او للكوجز بشكل عام في المجال بتاع الملابس؟ النسبة الهيلثي لجزئية الكوجز من 40 ل50% من السيلينج برايس. يعني الكوجز بتاعتك تكون من 40 ل50% من السعر اللي انت هتبيع بيه المنتج بتاعك. يلا ناخد مثال عملي، على اعتبار مثلا ان احنا عندنا النهاردة التيشيرت ده، والتيشيرت ده مثلا احنا بنبيعه وليكن ب1000 جنيه، وانا بدي مثال 1000 جنيه عشان يبقى الامثلة بسيطة. فوقتها التصنيع بتاعي لا يتخطى من 400 او 500 جنيه. لا يتخطى ال 500 جنيه ده يا جماعة. ليه؟ عشان انا لسه عندي 500 جنيه تانية. دي هيكون فيها ايه؟ دي هيكون فيها تكاليف الماركتينج. هيكون فيها ايه كمان؟ هيكون فيها الاوبريشنز بتاعتي. يعني ايه اوبريشنز؟ يعني انا عندي موظفين شغالين، يعني انا عندي مخزن مأجره،
انا عندي مصاريف جوه البيزنس، المصاريف الاداريه بتاعه البيزنس او المصاريف التشغيليه بتاعه البيزنس. وعندي اخر حاجه البروفيت، المكسب بتاع البيزنس بتاعي. فده بيكون جوه ال 500 جنيه. وقتها لما اقدر اعمل مكسب هنا من 20 ل 25%، اوقات ينزل عن 20%، خلي بالكو، وقتها انا بالنسبه لي كده عامل هيلثي بروفيت مارجن، انا كده عارف اكسب بشكل صح او بشكل صحي للبيزنس بتاعي. اتفقنا؟ فوقتها وانت بتسعر البرودكت بتاعك او انت بتحسب الكوجز بتاعتك، اتاكد انها لا تتخطى من 40 ل 50% من السعر اللي انت هتبيع بيه. طيب احنا كده حسبنا واتكلمنا اول حاجه عن الريفينيو، اجمالي المبيعات اللي احنا عاملينها. اتكلمنا عن الكوجز، عن الفلوس بتاعه الكوست اوف جودز سولد او تكلفه البضاعه المباعه. هنبدا نتكلم على الحاجه رقم 3، الا وهي جروس بروفيت. المصطلح ده مهم جدا وبراندات كتير جدا بتغفل عنه. جروس بروفيت معناها ايه؟ معناها اجمالي اجمالي الربح اللي انت عملته في البيزنس بتاعك بعد ما خصمت السعر بتاع التصنيع. وليكن للمثال اللي احنا كنا بنتكلم فيه على الجزئيه بتاعت التيشيرت اللي احنا بنبيعه ب1000 جنيه. التيشيرت اللي احنا بنبيعه ب1000 جنيه ده احنا مصنعينه ب400 جنيه. يبقى احنا كده عندنا اجمالي ربح قد ايه؟ احنا عندنا اجمالي ربح 600 جنيه. تاني، ال 600 جنيه دول جواهم ايه يا جماعه؟ جواهم عندنا الماركتنج بتوعنا، جواهم الاوبكس، جواهم البروفيت بتاعنا. فده اجمالي الربح اللي احنا عاملينه في البيزنس قد ايه. فاجمالي الربح ده لما نبدا نحسبه بقى كنسبه مئويه، فاحنا بنقول والله كده احنا عاملين 60%، وده احنا بنسميه جروس بروفيت مارجن، هامش اجمالي الربح اللي احنا عاملينه في البيزنس بتاعنا. فاحنا كده عندنا ريفينيو، عندنا الكوجز، عندنا الجروس بروفيت. يلا نيجي على الخطوه اللي بعدها. نيجي على الخطوه اللي بعدها، الجزئيه بتاعه الماركتنج او التسويق اللي احنا بنعمله في البيزنس بتاعنا، الا وهي الخطوه دي. تعالوا ندردش فيها شويه. الماركتنج احنا في مصطلح مهم قوي 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 فيه، وطول الوقت احنا بنتكلم عنه، وطول الوقت هتلاقي الشباب اللي شغالين في البرفورمانس بيتكلموا عنه، وانت كصاحب براند لازم تبقى عارف المصطلح ده. المصطلح ده الا وهو رؤاز. يعني ايه رؤاز؟ يعني return on ad spend، العائد على المبلغ المصروف في الاعلانات. معنى كده ايه؟ معنى كده بكل بساطة، هو انا يا سيجما كل جنيه صرفته في الاعلانات جالي قدامه كام جنيه مبيعات؟ العائد على كل جنيه انا انفقته في الاعلانات بتاعتي قد ايه؟ طيب هو انا بقدر اصلا احسب الحسبة دي ازاي؟ بكل بساطة بقدر احسب الحسبة دي لما اقول مثلا انا من المنتج ده، من التيشيرت اللي احنا كنا بنتكلم عنه، او المثال بتاع التيشيرت اللي انا كنت بحكي لكم عنه دلوقتي، اللي سعره 1000 جنيه، هنعملها كده 1K. انا بعت منه مثلا النهارده 10 قطع، يبقى انا كده بايع منه بكام؟ بايع كده منه ب 10000 جنيه. طيب التيشيرت ده بقى انا صرفت عليه، او ال 10000 جنيه دول انا صرفت عليهم اعلانات قد ايه علشان اقدر ابيع بيهم؟ وليكن انا صرفت، ده كده هنقول هنا ايه؟ هنقول نت ريفينيو. ال 10000 ده صافي المبيعات اللي احنا عملناها خلاص، بعد كل حاجه، بعد خصم المرتجعات، بعد خصم كل حاجه. دفعنا عليهم قد ايه ادز؟ دفعنا عليهم قد ايه اعلانات؟ وليكن دفعنا عليهم 2000 جنيه. كده 2000 جنيه اتدفعوا على ال 10000 جنيه اللي عملناهم نت سيلز. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا بناخد بقى عشان نعرف احنا الرؤاز او الريتيرن اون اد سبند او العائد على الانفاق الاعلاني بالنسبه لنا قد ايه. بنبدا نقول ال 10000 على ال 2000، فهيطلع لنا 5. نبدا نقول احنا الريتيرن اون اد سبند بتاعنا 5. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا كل جنيه يصرف في الاعلانات بنعمل قدامه قد ايه؟ بنعمل قدامه 10 جنيه. سوري، بنعمل قدامه مش 10 جنيه، بنعمل قدامه 5 جنيه. طيب ولو قلنا احنا صارفين
بدل 2000 احنا صارفين 1000 جنيه بس اعلانات عشان نعمل مبيعات ب 10000 جنيه. فمعنى كده ان احنا كل جنيه بنصرفه بنعمل قدامه 10 جنيه، فاحنا كده الرؤاس بتاعنا او الريتيرن اون اد سبند بتاعنا هيبقى 10. كده فهمتوا اللعبه؟ طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا كل ما الريتيرن اون اد سبند بتاعي ده بدا ان هو يعلى، كل ما انا بدات ان انا اصرف اقل على السعر بتاع الاعلانات بتاعتي. معنى كده ايه؟ معنى كده كل ما الرقم ده يعلى كل ما بالنسبه لي الموضوع بقى هيلثي اكتر للبيزنس بتاعي. تخيل انا بقول لك ان والله كل جنيه بنصرفه في الاعلانات بنعمل قدامه 3 جنيه، كده الرؤاس بتاعنا 3. وتخيل ان انا بقول لك كل جنيه بنصرفه في الاعلانات احنا بنعمل قدامه مبيعات مثلا 10 جنيه، كده احنا الرؤاس بتاعنا 10. فاحنا ايه الكيس الافضل بالنسبه لك او ايه الحاله الافضل بالنسبه لك؟ طبعا ادي لك جنيه تعمل لي قدامه 10 جنيه. طيب هو الرقم ده اصلا يا سيجما بيتحدد بناء على ايه؟ رقم الرؤاس ده بيتحدد بناء على ايه في البيزنس بتاعي؟ بيتحدد بناء على كذا حاجه. اول حاجه برودكت، ايه المنتج اللي انت بتبيعه اصلا؟ ما ينفعش مثلا تكون بتبيع منتج ديد او منتج ميت، منتج السوق مش بيدور عليه، منتج الناس لما بتشوفه بتعمل سكرول مش عايزين المنتج ده، وتقول هو انا ليه الرؤاس بتاعي ضعيف؟ ليه الرؤاس بتاعي مثلا 2؟ ليه مفيش حد بيشتري المنتج ده؟ ليه لما بصرف اعلانات مفيش حد بيشتري المنتج ده على الرغم ان في منتجات تانية عندي بتبيع كويس قوي؟ ليه؟ لان المنتج بتاعك ضعيف، فتلقائي الرؤاس بتاعك هيبقى ضعيف، فتلقائي هتحتاج ان انت تصرف ادز اكتر. دي اول جزئيه. الجزئيه التانية كرييتيفز. يعني ايه كرييتيفز يا سجمة؟ يعني الاعلانات اللي انت مشغلها عامله ازاي على المنتج ده؟ في حد يبقى شغال على البراند بتاعه والكرييتيفز بتاعته كلها ديد. يعني ايه كلها ديد؟ يعني الكرييتيفز بتاعته كلها ضعيفه في الكواليتي، الكرييتيفز بتاعته مبتذله، الكرييتيفز بتاعته الناس بتعمل لها سكيب لانها مش معموله بشكل صح. وقتها ايه اللي بيحصل؟ وقتها اللي بيحصل ان الرؤاس بتاعك بيبدا ان هو يقل، لان فيسبوك، انستجرام، تيك توك مش بيبوش الاعلان بتاعك، مش بيزق الاعلان بتاعك للناس اكتر مهتمه، لان الاعلان بتاعك ممل. وقتها تبقى انت محتاج تركز اكتر على الكرييتيفز اللي انت بتعملها، محتاج تركز على البرودكت اللي انت بتعمله. رقم 3 برايسنج. الناس بتدخل عندك على الويب سايت يقدروا يجوا يبصوا على البرودكت بعد ما شافوا كل حاجه، يجوا يبصوا على البرودكت يلاقوا السعر بتاعه عالي جدا، اعلى من اسعار البرودكتس اللي موجوده في السوق. ومشكله كبيره قوي الناس بتقع فيها بسبب ده هي مشكله بتاعت ان هو لما بيروح يصنع المنتج بيروح يصنعه بكوجز عاليه جدا. وده بقى بيبقى راجع لنقط كتير قوي، حته البرايسنج العالي راجع لجزئيه مثلا مهمه قوي، اولهم هي الحته بتاعت ان انا عايز اشتغل في الملابس مثلا، عايز اشتغل بماتيريال او بقماش مستورد من بره مصر. فتلقائي لما هيجيب القماش والكلام ده كله بالجمارك بكل حاجه يلاقي الكوست عليه بدات تعلى، فوقتها مضطر ان هو يبيع بسعر عالي عشان يقدر ان هو يغطي المصاريف اللي دفعها. او انا عايز اعمل ديزاين ما اتعملش قبل كده يا سيجما، عايز اعمل فكره خرافيه مجنونه ما اتعملتش قبل كده، فتلقائي ده بيعلي عليه سعر مصنعيه، فتلقائي بيلاقي ان هو مضطر يبيع بسعر عالي. يا يبيع بسعر عالي يا يخسر، يبيع بسعر عالي فيضطر يدفع اكتر في الادز او الرؤاس بتاعه يقع، او على الجنب التاني يبيع بسعر قليل هيدفع كده كده اقل في الادز، بس لما يجي يبص يلاقي ان الكوجز بتاعته 70 80% من السعر بتاع البيع، فهو مش بيكسب من البيزنس بتاعه. فلازم طول الوقت عشان نقدر نحكم لازم نبدا نبص على الثلاث نقط دول. طبعا في نقط اكتر بس انا بقول لكم او بشير معاكم الحاجات الدارجه او الحاجات اللي معظم الناس بتقع فيها، يا بتبقى مشكله في البرودكت في المنتج نفسه، يا مشكله في الكرييتيفز اللي هم بيعملوها، يا مشكله في البرايسنج او في التسعير بتاعهم. فانت لازم طول الوقت تبدا تبص للثلاث نقط دول، ولازم تستعين بالايجنسي او الميديا باير اللي موجود معاك ان هو يساعدك في ده. لو مفيش معاك ايجنسي شاطره، لو مفيش معاك ميديا باير شاطر، وانت في العادي بتعمل سيلز نص مليون جنيه او اكتر في الشهر، تقدر تشتغل معانا في اكاديمي اوف سيجما، هنقدر نساعدك ان انت توصل ل3 و4 و5 مليون جنيه عن طريق الداتا الصح. تعالوا نبدا ندخل على النقطه اللي بعد كده. النقطه اللي بعد كده بعد جزئيه الرؤاس هي الجزئيه بتاعت السي بي بي. يعني ايه سي بي بي يا سيجما؟ يعني كوست بير بيرشيس، يعني التكلفه اللي احنا بندفعها لفيسبوك، لانستجرام، لتيك توك علشان نقدر ان احنا نبيع المنتج ده. فاحنا مثلا شايفين لما كنا بندي المثال بتاع الرؤاس وقلنا احنا مثلا صرفنا 1000 جنيه جبنا قدامهم 10000 جنيه،
معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا لو جينا بقى نقسمها على ال10 منتجات اللي احنا بعناهم، هنلاقي ان احنا صرفنا 100 جنيه على المنتج الواحد اللي ب1000 جنيه. حسبه بسيطه او سمبل ماث. فنفس اللعبه، فاحنا كده بالنسبه لنا السي بي بي او الكوست بير بيرشيس ايه؟ يبقى الكوست بير بيرشيس هو 100 جنيه. ده برضو رقم مهم جدا لازم تبقى عارفه على كل قطعه عندك. احنا في الافريج بندفع كوست بير بيرشيس قد ايه. الحاجه اللي بعد كده والرقم اللي بعد كده هو ايه؟ او في. يعني ايه او في؟ يعني افريج اوردر فاليو. افريج اوردر فاليو، متوسط القيمه بتاعه الطلب عندي في الستور بتاعي قد ايه. وده مهم جدا 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 ان انت تبدا تحطه انتو كونسيدريشن. في براندات كتير جدا ما بتبصش على الرقم ده وبالنسبه لها مش مهم، مع ان احنا عندنا مساحه ان الشخص بدل ما هو بيطلب من عندك قطعه واحده، ايتم واحد، ان احنا لا نبدا نبوش الشخص ده ان هو يطلب من عندك قطعتين او 3 قطع، 2 ايتمز او 3 ايتمز. فوقتها الافريج اوردر فاليو هتبقى عاليه، متوسط قيمه الطلب هتبقى عاليه. فعلى سبيل المثال لو انت بتعمل من الشخص ده، الشخص الواحد اللي بيدخل عندك على الويب سايت، بتعمل منه وليكن 1000 جنيه، انت تقدر تعمل منه 2500 جنيه، تقدر تعمل منه 3000 جنيه. وصلت الفكره؟ طيب نقدر نعمل ده ازاي؟ نقدر نعمل ده رقم واحد عن طريق البندلز اللي ممكن نعملها. بندل مثلا نشتري 2 ايتمز بسعر كذا بدل ما تشتري كل واحد منفصل بسعر كذا. تقدر تبوش الشخص ده ان هو يشتري اكتر من ايتم عن طريق ان انت تقدر تعمل فيتس سوا. تقدر تعمل مثلا قميص ده يقدر يليق مع البنطلون ده، وتعمل ده في الكرييتيفز وفي الكونتنت اللي انت بتعمله في البراند بتاعك. تقدر تعمل ده عن طريق اوفر معين انت عامله. نقدر نبوش الناس طول الوقت ان هم يشتروا اكتر من ايتم في البيزنس بتاعك. لازم طول الوقت تركز ان انت تعلي الافريج اوردر فاليو ده. ليه يا سيجما؟ لما اعلي الافريج اوردر فاليو ايه اللي هيحصل؟ العميل الواحد هيدخل لي فلوس اكتر. لو انا العميل الواحد بيدخل عندي على الويب سايت بيعمل اوردر واحد، الاوردر ده قيمته 1000 جنيه، انت بقيت قادر تعمل اوردر ده بقيمه 2000 ونص. عارف ده معناه ايه؟ معناها ان انا لو بدفع في الاوردر ده 100 جنيه، الكوست بير بيرشيس دي 100 جنيه، انا قادر ان انا اقللها، او يعني ال 100 جنيه اللي انا بدفعها عشان اقدر اعمل اوردر ب 1000 جنيه، انا قادر ب 100 جنيه او الكوست دي ممكن تعلى عليها شويه صغيرين، قادر قدامها اعمل اوردر ب 2000 ونص. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الرؤس بتاعك علا، صح؟ فانت قدرت تعمل فلوس اكتر، قدرت انت تكسب اكتر، هامش الربح بتاعك بدأ يتحسن. فمش بس انت عامل جروس ريفينيو على الداشبورد، ودي مشكله بجد معظم البراندات، اللي هو عامل جروس ريفينيو على الداشبورد بس لما نيجي نبص في حسابه في البنك هو مش عامل فلوس، هو بيخسر. لا، انت بجد قادر تعمل فلوس لان انت المارجنز بتاعتك كويسه، بتدفع اقل في الاعلانات، قادر تحقق هامش ربح اكبر، بتبيع اكتر. وخلي بالك لما الافريج اوردر فاليو عندك يعلى مقابل العميل الواحد، مش بس ده هيأثر على البروفيت او المكسب اللي انت بتعمله، انت قادر تبيع اسرع. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انت علاقتك بالمورد او بالمصنع اللي انت بتتعامل معاه بقت احسن، قادر ان انت تطلب منه بكميات اكبر، قادر يركز لك، قادر يعمل لك خط انتاج عنده. علاقتك مع شركه الشحن اللي انت بتتعامل معاها بقت احسن. ليه علاقتك مع شركه الشحن اللي انت بتتعامل معاها بقت احسن؟ لان انت قادر تديهم فوليوم اكبر من الاوردرات. علاقتك مع البيمنت جيت واي اللي انت شغال معاها بقت احسن، انت في ترانزاكشنز اكتر بقت بتحصل عندك هناك. والكلام ده معناه خصومات اكتر انت قادر تاخدها في البيزنس بتاعك. الكلام ده معناه ان انت قادر توفر فلوس اكتر، فتاني خصومات اكتر، ده معناه ان انت سعر المصنعيه عندك هيقل، انت الافريج اوردر فاليو عندك عالي، انت كل شويه قادر تطلب بالك اوردر اكبر. فانت وقتها سعر المصنعيه هيقل. لو سعر المصنعيه عندك مثلا 70 جنيه على التيشيرت، تقدر تاخده ب 50 جنيه لان انت الفوليوم بتاعك زاد. لو انت بتشحن مثلا القاهره ب 90 جنيه، قادر انت تشحن القاهره ب 70 جنيه. لو انت البيمنت جيت واي بتاخد منك 2.5%، قادره انها تاخد منك 2%. ليه؟ لان انت كبزنس حجمك عمال يزيد، لان العميل واحد بيطلب منك اكتر من العادي. لازم تركز طول الوقت ان انت تعلي الافريج اوردر فاليو بتاعك. وفي مجال الملابس عامه، الحاله بتاعت الافريج اوردر فاليو بتبقى المتوسط او الطبيعي بتاعها 1.5. معنى كده ايه؟ معنى كده ان العميل بيدخل يطلب اوردر ونص من البيزنس بتاعك. ركز بقى طول الوقت ان انت تعلي الرقم ده بقدر الامكان. طيب الرقم التاني المهم جدا بالنسبه لنا هو returning customer rate. يعني ايه يا سيجما returning customer rate؟ يعني معدل العملاء اللي بيرجعوا يشتروا من البيزنس بتاعي قد ايه؟ كام في المية؟ هل هو مثلا 10%؟ معنى كده ان ال100 شخص اللي جولي يشتروا من عندي
10 بس منهم اللي رجعوا. ايه ده؟ الرقم ده وحش قوي. عارفين ده معناه ايه؟ معناه كده ان الكواليتي بتاعتي وحشه، معنى كده ان انا ممكن اتاخرت عليهم جدا في التسليم، معنى كده ان هم لما رجعوا لي على سبيل المثال بمشكله في البرودكت انا ما قدرتش احلها لهم او طنشتهم بمعنى اصح، فوقتها الريتيرن كاستمر ريت عندي ضايع. طب ايه النسبه الصحيه اللي انا لازم اركز عليها في الريتيرن كاستمر ريت؟ انت تبقى تشتغل من 20 ل 25% في البيزنس بتاعك ريتيرن كاستمر ريت، انت كده ممتاز. 25% من العملاء اللي اشتروا منك او 25% من العملاء اللي اشتروا منك قبل كده رجعوا يشتروا منك تاني. ومعنى كده ايه؟ معنى كده ان انت ده هيدخلنا على الرقم اللي بعد كده، CPA، الا هو Cost Per Acquisition، تكلفة الاستحواذ على عميل جديد. انا التكلفة اللي انا بجيب بيها عميل جديد للبيزنس بتاعي. فكر معايا في السيناريو ده. فكر معايا ان في شخص دخل اشترى من عندك تيشرت، الشخص ده انت دفعت فيه في الادز بتاعتك وليكن 200 جنيه عشان يقدر يجي ويشتري من عندك. الراجل ده خد من عندك التيشرت، اتبسط جدا بالكواليتي، اتبسط جدا بالكاستمر سيرفيس عندك، اتبسط جدا ازاي انت كبزنس قدرت تقدم له الخامة دي بالسعر ده بالشكل ده. وقتها جه طلب من عندك اوردر تاني. ليه؟ لان هو خلاص عارف البراند. اول ما انت نزلت كولكشن جه طلب عندك اوردر من جديد. هل وقتها انت هتدفع عليه نفس الكوست بير بيرشيس اللي انت دفعتها قبل كده؟ لا طبعا. الراجل ده انت دفعت فيه اول مره 200 جنيه، وبعد كده الراجل جالك تاني ان هو بقى عارف البراند، بقى عامل لك فولو، بقى متابع كل كولكشن، دفعت فيه زيرو. اتبسط بالخدمه، استني الكولكشن اللي بعدها، دفعت فيه زيرو. معنى كده ايه؟ ان الراجل ده التوتال فاليو او القيمه الكامله بتاعته، القيمه الكامله اللي هو اشترى بيها من عندك، على سبيل المثال احنا قلنا اشترى 3 مرات وليكن كل مره بيشتري فيها ب1000 جنيه، فالتوتال فاليو بتاعته 3000 جنيه. انت دفعت فيهم 200 جنيه علشان تقدر تخلي التوتال فاليو بتاعته 3000 جنيه او يجي يشتري منك 3 مرات. معنى كده ان ال 200 جنيه دي هتقدر ان انت تقسمها على ال 30 جنيه بالشكل ده، فتكتشف في الاخر ان انت الرواز بتاعك او الريتيرن اون اد سبند على الراجل ده 15. فهمتوا الفكره؟ ده جه منين؟ ده جه من ان انا قدرت احافظ ان العميل يرجع لي كل مره تاني. العميل هيرجع لي كل مره ازاي؟ هيرجع لي كل مره لما اقدر احافظ على الكواليتي بتاعتي، لما اقدر احافظ على الكاستمر سيرفيس بتاعتي، والاهم من كل ده لما اكون طول الوقت متجدد، لما طول الوقت اكون بنزل كولكشنز جديده، دروبس جديده، بنزل افكار كويسه في البيزنس بتاعي، اكون ببعت ايميل لكل عميل اشترى من عندي قبل كده، اكون ببعت SMS. الكلام ده كله بيعلي الريتيرن كاستمر ريت في البيزنس بتاعي. وتاني ده رقم مهم جدا، لان بناء عليه ببدا احدد الكاستمر اكوزيشن كوست بتاعتي قد ايه، او السي بي اي الكوست بير اكوزيشن عندي عامله ازاي. بناء عليه ببدا احدد التوتال فاليو بتاعت العميل الواحد دخل لي فلوس قد ايه في البيزنس بتاعي، اقدر احطهم بقى جوه سيجمنتيشنز. وده كلام نقدر نتكلم فيه في تفاصيل اكتر في الفيديوهات الجايه. تاني نريكاب سوا الجزئيات بتاعت الماركتنج. احنا اتكلمنا على رقم 1 ROAS ريتيرن اون اد سبند، اتكلمنا بعد كده على السي بي بي الكوست بير بيرشيس، اتكلمنا على الافريج اوردر فاليو، اتكلمنا على الريتيرنينج كاستمر ريت، اتكلمنا على الكوست بير اكوزيشن، واتكلمنا على التوتال فاليو بتاعت العميل. ده يجيبنا للجزئيه اللي بعدها، الا وهي الجزئيه بتاعت contribution profit، يعني الربح بتاعي بعد خصم الكوجز زائد الماركتنج كوست. وليكن احنا الكوجز بتاعتنا دي مكلفة 40%، والماركتنج كوست مكلف 20%، واحنا صارفين او احنا جايلنا مبيعات بقيمة 100%. فاحنا كده بنقول ان الكونتريبيوشن مارجن بتاعنا كده 40%. تاني ال 40% ده جواه ايه يا سيجما؟ جواه حاجتين مهمين قوي. جواه بالشكل ده الاوبكس، الاوبريشن كوست او الاوبريتنج كوست بتاعتي، زائد جواه البروفيت. واحنا هنا طبعا مش بنحسب على الضرايب، لان احنا لو في ضرايب فاحنا عندنا قبل الضرايب وبعد الضرايب كبروفيت، بس خلونا نحسب الحالات دي بره الضرايب عشان الموضوع يبقى انسب واسهل بالنسبه للبراندات اللي بتعمل في الرينج بتاع 1,000,000 جنيه في الشهر.
اتفقنا؟ طيب، فاحنا كده عندنا ده المفهوم بتاع الكونتريبيوشن بروفيت، وده يجيبنا لحاجه اسمها الكونتريبيوشن مارجن. فاحنا بالشكل ده الكونتريبيوشن مارجن بتاعنا هو ال 40%. لو جينا نحسبها بقى ككونتريبيوشن بروفيت، المنتج ده بايعينه ب 1000 جنيه، مكلفين فيه 400 جنيه كوجز، صارفين عليه 200 جنيه ادز وماركتنج، فاحنا كده بالنسبه لنا الكونتريبيوشن بروفيت هتبقى 400 جنيه. اتفقنا؟ طيب، ده بقى يجيبنا للنقط بتاعت الاوبكس، واحنا قلنا اوبكس يعني اوبريشن كوست. يجيبنا رقم واحد، انت بالنسبه لك في الاوبريتنج كوست او الاوبريشن كوست بتاعتك انت بتدفع قد ايه في الرواتب؟ البيرولز اللي انت بتدفعها في البيزنس بتاعك قد ايه؟ شايف انت ممكن كل حاجه ماشيه بالنسبه لك تمام في البيزنس. معنى ايه كل حاجه ماشيه بالنسبه لك تمام في البيزنس؟ يعني انت قادر تعمل ريفينيو كويس، جروس ريفينيو كويس، قادر ان انت تعمل نت ريفينيو كويس، قادر ان انت تعمل ريتيرن اون اد سبند ممتاز جدا. بس انت عارف مشكلتك ايه؟ مشكلتك ان انت الرواتب عندك عاليه جدا. بتوظف ناس انت مش محتاجهم في البيزنس بتاعك. موظف معاك فوتوجرافر فول تايم انت بتحتاجه بس يوم واحد في الاسبوع. موظف معاك حد شغال كونتنت كريتور انت بتحتاجه مرتين في الشهر. موظف معاك ناس انت بجد مش محتاجهم، معلين الكوست عليك بشكل مش طبيعي. لو قدرت تجيبهم بارت تايم او لو قدرت ان انت تشغلهم معاك بير بروجكت، الموضوع هيبقى احسن بكتير قوي. ليه هيبقى احسن؟ عشان لما تترجم كل الكلام ده لحسابات تبدا تشوف، هتلاقي ان انت قادر توفر فلوس كتيره جدا في البيزنس بتاعك، وقادر ان انت بناء على الفلوس اللي انت بتوفرها تعمل مكسب اكتر، وقادر ان انت بجد تحافظ على هامش الربح بتاعك. ما تبقاش انت عامل ريتيرن اون اد سبند كويس، الكوست بير بيرشيس عندك قليله، الريفينيو بتاعك ممتاز، التسليمات بتاعتك حلوه، والاوبكس عندك عاليه بشكل مش طبيعي، الرواتب عندك عاليه بشكل مش طبيعي. ونبدا نقول هو المشكله فين؟ احنا ليه مش بنكسب فلوس؟ والمشكله ان انت موظف ناس انت بجد مش محتاجهم في البيزنس بتاعك، تقدر تستبدلهم بالاي اي. وهنا مش بتكلم بشكل عاطفي، انا بتكلم بشكل براكتيكال. لازم تركز ان انت توظف الناس الصح اللي انت محتاجهم، وعلى الاقل بيجيبوا لك 5x المكان اللي هم فيه. فالرواتب جزئيه مهمه جدا بالنسبه لي. الجزئيه التانية المهمه الا وهي الجزئيه بتاعت الايجارات. المخزن اللي انت فيه التكلفه بتاعته عامله ازاي، الايجار اللي انت بتدفعه في الشهر عامل ازاي، فلازم تبقى حاسب ده بشكل كويس، ولازم تبقى عارف او عامل تراكنج لده بشكل كويس. رقم 3، subscriptions او التولز اللي انت بتستخدمها في البيزنس بتاعك. subscriptions ازاي؟ يعني مثلا مش عارف subscriptions بالبي كده ولا بي كده، بس ايا يكن subscriptions معناها انت بتدفع اشتراك في شوبيفاي قد ايه في الشهر، بتدفع تولز قد ايه بتستخدمها. سيجما انا مثلا بستخدم كلود، سيجما انا بستخدم كودكس، بستخدم اكس فيلد. كل الكلام ده يا جماعه بيأدب، بجد كل الكلام ده بيأدب، فانت لازم تبقى حاسب ده بشكل كويس. بيزنس كتير قوي بيعمل سبسكريبشن هنا وهنا 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 وبينسى الكلام ده كله، وفي الاخر لما نيجي نبص انت معاك كام في البنك، انت كسبان قد ايه، معاك منهم سيوله قد ايه؟ مفيش، لان الكلام ده كله رايح في سبسكريبشنز تافهه ملهاش اي لازمه في البيزنس، هو عملها وانساها. لازم تبقى مركز في السبسكريبشنز اللي انت بتدفعها، والتولز اللي انت بتستخدمها في البيزنس بتاعك ايه، هل هي فعلا بتفيدك تساعدك انت تكبر في البيزنس ولا لا، هي مجرد تكلفه على الفاضي. وده يجيبنا للنقطة اللي بعد كده ألا وهي النقطة بتاعت المكسب أو البروفيت اللي أنت بتعمله من البيزنس بتاعك. طبعا ده رقم اسمه الإبيتدا، وده معناها الأرباح قبل الفوائد والضرايب والاستهلاك وإهلاك الدين. بس خلونا نتكلم في ده في وقت تاني علشان ما نشتتش الناس. تعالوا نتعامل معاها إنها البروفيت أو المكسب الصافي بالنسبة لنا. المكسب الصافي بالنسبة لنا هو بعد ما خصمنا الكوجز بتاعتنا، بعد ما خصمنا الماركتنج اكسبنسز بتاعتنا، وبعد ما خصمنا الاوبكس بتاعتنا او الاوبريتنج كوست بتاعتنا، اصبح ان احنا عندنا البروفيت او صافي المكسب من البيزنس بتاعنا. صافي المكسب نقدر نقول عليه برضو نت بروفيت، هو ده صافي المكسب. عايزين نحسب النسبة بتاعته ونقدر ان احنا نقول نت بروفيت مارجن. فعلى سبيل المثال احنا كل المصاريف اللي عندنا كانت وليكن 85% او تعالوا نقول 75%، فانا كده بالنسبة لي النت بروفيت مارجن بتاعي 25%. فهو ده الجزئية بتاعت النت بروفيت. يلا بقى نترجم كل الكلام ده على شيت
وده المرحله الثانيه من الفيديو. انت محتاج تبدا تترجم كل الكلام ده وتحسبه بشكل شهري على شيت يبقى موجود عندك، بحيث تقدر تعمل تراكنج او تتبع على كل شهور السنه. انا كنت عامل مكسب قد ايه، انا النت ريفينيو اللي انا عامله قد ايه، انا التوتال ريفينيو اللي انا عامله قد ايه. فتبقى قادر تفهم انت كبزنس ايه التحدي اللي بيواجهك دلوقتي. هل التحدي اللي بيواجهك ان انت المصاريف عندك عاليه قوي فمحتاج تقللها، ولا التحدي اللي بيواجهك ان انت الادز عندك بتصرف فيها كتير قوي، ولا التحدي اللي بيواجهك ان الكرييتيفز او الكونتنت اللي انت بتعمله بتصرف فيه كتير قوي. لازم تبقى فاهم التحدي اللي بيواجهك عشان تقدر ان انت تقلل من الكوست بتاعته، فتقدر انت تعمل بروفيت في البيزنس بتاعك، او تبقى على الاقل فاهم الكوست دي هتقدر تدفعها او هتفضل تدفعها لحد امتى، لحد ما تقوم وتقدر انت تعمل البروفيت او المكسب اللي يقدر يقومك ويكبرك كبزنس. قبل ما نعمل الجزئيه دي، في رسمه كده صغيره عايز اوضحها لكم في الحته بتاعت احنا كبزنس اصلا لازم طول الوقت نركز، على الاقل حتى في المرحله بتاعت المليون جنيه وكده، نركز على ايه في البدايه. احنا لازم نركز عشان نقدر نعمل بروفيت او مكسب اعلى. لازم نركز ان احنا نصرف اكتر في الماركتنج بتاعنا تلقائي، ولازم نصرف اكتر في الكوجز بتاعتنا. ايه الحاجه اللي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نثبتها، بنحاول جاهدين ان البيزنس يفضل مثبت الريت بتاعها، الا وهي الجزئيه بتاعت الاوبكس او الاوبريتنج كوست. تاني، ايه اللي لما هصرف فيه اكتر هيقدر يعمل لي سيلز اكتر؟ الكوجز بتاعتي. ايه لما هصرف عليه اكتر هيعمل لي سيلز اكتر؟ الماركتنج بتاعي. ايه لما هصرف عليه اكتر في وقت من الاوقات هيكون بياكل بشكل كبير او بشكل اجريسيف من البروفيت بتاعي، فلازم ابقى مركز في كل حاجه انا هصرفها فيه. هي الجزئيه بتاعت الاوبكس او الاوبريتنج كوست، فلازم طول الوقت تركز على ده. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نيجي للشيت الحلو قوي بتاعنا ونبدا ان احنا ندردش فيه. طيب احنا الشيت بتاعنا ده انا عامله لك موضح لك فيه كل حاجه انت محتاجها، وموضح لك كل حاجه بالشهور بتاعه السنه. على سبيل المثال مثلا شهر زي شهر يناير، تعالوا نتكلم ان الشهر ده احنا كنا عاملين فيه، وهبدا ارسم سيناريو وهنقعد نغير في الارقام بتاعه السيناريو عشان تشوفوا اصلا قد ايه ارقام صغيره ممكن تاثر في البيزنس بشكل كامل. تعالوا نتكلم مثلا ان في الشهر بتاع يناير ده احنا عملنا ريفينيو بشكل كامل مليون جنيه. نبدا نسجل ده، عملنا مليون جنيه ريفينيو. طيب كنا عاملين ديسكاونتس بقيمه قد ايه؟ وليكن احنا عاملين ديسكاونتس في الوقت ده انا هقول بقيمه 50,000 جنيه، مش هحط رقم كبير. طيب عندنا ريتيرنز وريفند في الشهر ده بقيمه قد ايه؟ احنا عندنا ريتيرنز وريفند في الشهر ده بقيمه وليكن 150,000 جنيه. عملت مليون ونص كده، 150,000 جنيه. اصبح كده بالنسبه لنا الرقم اللي انا كنت بتكلم معاكم عليه، الا وهو جزئيه النت ريفينيو. صافي المبيعات بتاعنا قد ايه؟ 800,000 جنيه. يبقى انا لما اجي اتكلم معاك واقول لك انت في البيزنس بتاعك انت النهارده او الشهر ده انت النت ريفينيو صافي المبيعات بتاعك قد ايه، لازم تيجي تقول لي يا سيجما انا دي كل التحصيلات اللي انا حصلتها، انا عامل 800,000 جنيه، انا المفروض معايا دلوقتي في البنك 800,000 جنيه. طبعا ده لو مفيش كاش فلو بروبلم عندك او كده، بس انا بتكلم في الحاله العامه يبقى موجود معاك 800,000 جنيه انت محصلهم من شركه الشحن في الكاش اون ديليفري، انت محصلهم من البيمنت جيت واي، انت محصلهم لو بتاخد مدفوعات عن طريق انستا باي او عن طريق الوالت بتاعتك. فده النت ريفينيو بتاعنا، ودي اول ارقام انت المفروض تبدا ان انت تسجلها. بناء عليها احنا فهمنا اول خانه المبيعات اللي عملناها. نيجي على الخانه الثانيه الكوست اوف ديليفري، التكلفه بتاعه المنتج ده خلاص اتسلم لحد العميل بتاعنا. اول حاجه البرودكت كوجز، انا هنا حاسبها لك ومقسمها لك برودكت كوجز، يعني انا مش حاطط لك كل الكوجز جوه خانه واحده، عامل لك البرودكت كوجز المنتج او المنتجات اللي احنا بعناها تكلفه التصنيع بتاعها بشكل كامل لحد شحنها عندنا كلفتنا قد ايه. وليكن الشهر ده احنا تكلفه المنتجات بشكل كامل لحد شحنها عندنا كلفتنا 400,000 جنيه، ولا انا هحسب على الحاله بتاعه 300، فانا اقول مثلا 350,000 جنيه. الباكجينج تكلفه بتاعه التغليف بتاعتنا للبرودكتس اللي ب 350,000 جنيه، وليكن انا هحط 15,000 جنيه، انا بس بحط ارقام من دماغي كده عشان نبدا نحسب عليها. الشيبنج تو كاستمر، التكلفه اللي احنا كبزنس اتحملناها عشان نشحن المنتج ده للكاستمر، مش التكلفه اللي الكاستمر اتحملها. تاني، اوقات انا بتحمل جزء من التكلفه، انتوا عارفين ده، اوقات سعر الشحن بيكون غالي، ان الكاستمر مش منطقي مثلا يدفع 100 جنيه شحن. لو احنا النهارده في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده مش منطقي، مش ده الدارج. فاوقات انا بتحمل جزء من الشحن وليكن 20 جنيه. طيب الفلوس اللي احنا اتحملناها من الشحن قد ايه؟ لازم نبدا نسجل ده. وليكن مثلا انا برضو هحط ارقام كده من دماغي، وليكن 10,000 جنيه.
البيمنت جيت واي فيز، الفيز البيمنت جيت ويز خدتها وليكن مثلا 5000 جنيه. فانا كده يا جماعه اصبح عندي الجروس بروفيت اللي احنا عاملينها 420,000 جنيه من اصل ال 800,000 جنيه. فانا كده بالنسبه لي الجروس مارجن اللي انا كنت بتكلم معاكم عليه 52% او 52.5%. تمام. نيجي للخانه اللي بعد كده الا وهي الجزئيه بتاعت الماركتنج اكسبنسز. ميتا ادز دفعت فيها قد ايه؟ وليكن والله احنا عشان نعمل 800,000 جنيه سيلز احنا دفعنا مثلا وليكن دفعنا 150,000 جنيه في الاعلانات. ماشي. طيب التيك توك ادز دفعنا فيها قد ايه؟ انا حاسب ان احنا مثلا مش بنشتغل على تيك توك، دفعنا في اي انفلونسر او في اي يو جي سيز يعملوا لنا كونتنت وليكن يا سيجما انا دفعت 20,000 جنيه مع انفلونسرز ويو جي سيز. هل انت عملت كرييتيف برودكشن؟ هل انت نزلت صورت حاجه بشكل معين؟ اجرت استوديو، اجرت معدات، كان معاك فوتوجرافر بيخلص لك حاجه ككرييتيف برودكشن، معاك ديزاينر خلص لك حاجه؟ الكلام ده كله كفريلانس بروجكتس، مش ناس شغاله معاك في البيزنس، حاجات فريلانس خلصت وليكن يا سيجما دفعنا مثلا في الحاجات دي 15,000 جنيه. تمام. في معاك ايجنسي شغاله بتاخد فيز ثابته في الشهر، او بتاخد مثلا كوميشن في الشهر على اعتبار ان الايجنسي اللي انت شغال معاها بتاخد منك 20,000 جنيه في الشهر. ماشي. فاصبح كده عندي الكونتريبيوشن بروفيت بتاعي ربع مليون، او مش ربع مليون، 215,000 جنيه. معنى كده كونتريبيوشن مارجن بتاعي 26.9%. اتفقنا؟ طيب ننزل اكتر، نروح بقى الحته بتاعت الاوبكس، الاوبريتنج كوست. السالاريز اللي انت دافعها قد ايه يا سيجما؟ انا والله بدفع سالاريز في الشهر مثلا 30,000 جنيه. السوفت وير اللي انت بتستخدمه بقد ايه في الشهر؟ وليكن مثلا ب 3000 جنيه. الوير هاوس بتاعك او المخزن بتاعك انت مأجره بكام؟ وليكن مثلا ب 10,000 جنيه. الفيكسد سبسكريبشنز، في اي اشتراكات ثابته انت بتدفعها هسكيب ده. اي بروفيشنال سيرفيسز، اي سيرفيسز عندك انت بتدفعها لا. اذر اوبكس لا. فاصبح ان احنا عندنا التوتال اوبكس بتاعتنا 43,000 جنيه. فاصبح ان احنا عندنا المكسب اللي احنا عاملينه في البيزنس بتاعنا قبل ما نخصم ضرايب، قبل ما نخصم اي حاجه، 172,000 جنيه اللي هو 21.5%. تمام. دي حاله، تمام، دي حاله تحفه، ودي معظم الحاله اللي بيكون فيها الايكون براندز في الحته بتاعه الفاشون شغالين. طيب يلا نعمل بقى سيناريوز وحشه عشان نشوف الموضوع هيرفلكت ازاي. تعال نعمل اول سيناريو وحش. ايه اول سيناريو وحش ممكن يتعمل؟ ان انت راجل مش محترم وبتتاخر على شركه الشحن ان انت تودي لهم الاوردرز بتاعتك. فمعنى كده ان انت بتاخر على العميل ان هو يستلم الاوردر. العميل المفروض يستلم الاوردر في يومين، انت بتسلمه له بعد 5 و6 و7 ايام، فالعميل بيكنسل الاوردر ومش بيستلم. فانت تسليماتك بدل ما كانت بقيمه 800,000 انت مسلم بقيمه 600,000. احنا هنكتب هنا، انا هخلي بقى الديسكاونت زيرو وهعمل هنا 400,000 جنيه ريتيرنز. سوري. نيجي نبص كده، فاحنا كده عندنا النت ريفينيو بتاعنا بقى 600,000. انت عامل مليون جنيه، انت على الداشبورد عامل مليون جنيه، الادز بتاعتك شغاله بشكل صح، الرواس بتاعك تحفه، كل حاجه بالنسبه لنا تمام، الميديا باير عامل اللي عليه وزياده، كل حاجه في الموضوع بتاعتك تمام. بس نيجي نبص تحت، انت مش مسلم شغلك، انت مش بتسلم شركه الشحن، او شركه الشحن اللي انت بتتعامل معاها سيئه. فلما نيجي نبص احنا بقى عملنا مكسب قد ايه، نلاقي ان احنا عاملين مليون جنيه مبيعات في الشهر، احنا خسرانين 28,000 جنيه. انت متخيل؟ عامل مليون جنيه مبيعات وخسران فلوس. تاني يا جماعه، اللعبه مش لعبه انت عامل قد ايه على الداشبورد، ولا لعبه ان ميديا باير بيطلع في فيديو وانا عملت البراند مليون وعملت البراند 4 مليون. مش دي اللعبه. اللعبه انت كسبت فلوس قد ايه من ده. فاول عامل واهم عامل، انت سلمت قد ايه. تركز على نسبه التسليمات بتاعتك في البيزنس. فمعنى كده ان انا 400,000 جنيه دي كريفاندز او كده خسرتني كتير قوي. البرودكت اللي انت مسلمه بايظ، ده برضه هيخسرني. العميل لما يجي يستلم ويعين ايه ده، مش ده اللي انا عايزه، شكرا. هيخسرك فلوس، هيخسرك فلوس شحن، هيخسرك حاجات كتير قوي. ماشي. فتعالوا نرجع للحاله بتاعتنا، ان والله كنا بنقول 200,000 مثلا يعني، وليكن 200,000، فالحاله دي ترجع ل 800,000. تعال نعمل سيناريو تاني وحش. يلا نعمل سيناريو تاني وحش. انت عايز تعمل منتج ما اتعملش قبل كده في السوق، رحت كلفت المنتج بتاعك بدل ما انت دافع 350,000 جنيه كوجز،
انا دفعت 500,000 كوكس. تعالوا ننزل نبص بصه كده. شايف من 350,000 ل 500,000. انت بس المصنع زود عليك في المصنعيه، انت بس قررت تشتغل بخامات غاليه شويه عشان تعمل حاجه بريميوم. حبيبي انت مش محتاج تعمل ده، مش محتاج تعمل حاجه بريميوم ما اتعملتش قبل كده. انت محتاج تبيع، محتاج تأدي الغرض اللي العميل بيدور عليه. فلما نيجي نبص نلاقي ان انت كسبان بس 22,000. انت كنت الاول كسبان قد ايه؟ كنت كسبان 172,000. لما جينا بصينا دلوقتي 22,000. شفت الفرق عامل ازاي؟ ان انت بس ما سالتش المنتج ده هيكلف كام والناس بتبيعه بكام ومكسبي هيبقى عامل ازاي. ما سالتش، انت دخلت اتسرعت في التصنيع بتاعك. فلازم تركز على الارقام بتاعتك بشكل صح. تعالوا نشوف مثال تاني وليكن انت الباكجينج بتاعك. يا خرابي على الباكجينج، انا بشوف في الباكجينج مشاكل. حد لما يجي يعمل باكجينج، انا عايز اعمل باكجينج بريميوم جدا يا سيجما، هتعمله بكام؟ انا هعمل باكجينج بتاعي ب 200 جنيه. طب ما ده هيزود على الكوجز بتاعتك. انت لو بالشكل ده بايع مثلا 800 قطعه، فاحنا هنحسب 800. انا هعمل لكم حسبه كده قدامكم. 800 في 200 هنلاقي ان انت صارف 160,000 جنيه باكجينج. بص، 160,000 جنيه باكجينج عشان انت عايز تعمل حاجه خرافيه مش معموله. نيجي نبص نلاقي ان انت النت بروفيت بتاعك 27,000 جنيه. انت كسبان 3.4%. تاني، لان انت مش حاسب حساباتك بشكل صح. فركز تحسب حساباتك بشكل صح وانت شغال في البيزنس. شيبينج تو كاستمر، الشحن للعملاء، انت متحمل بشكل كبير قوي. انت بتتعامل مع شركه شحن بتشحن لك في القاهره ب 130 جنيه، وبالاضافات وبالحبشتكنات اللي انت بتعملها. فايه ده؟ بتلاقي ان انت صارف كتير قوي وضايف كتير قوي. ما انت مثلا شايل في الشحنه 10 20 جنيه، انت شايل في الشحنه 50 جنيه. طب ده منطقي؟ مش منطقي. فهتلاقي نفسك بتخسر. اتفقنا؟ طيب نيجي نبص لجزئيه الادز. انت عامل كرييتيفز سيئه، عامل اوفرنج سيء، انت الميديا باير اللي معاك مش شاطر، مش فاهم هو بيعمل ايه. ما اتعلمش في اكاديمي اوف سيجما. انت ما اتعلمتش في اكاديمي اوف سيجما، فانت مش عارف ازاي تقدر تدير ده بشكل صح. لازم تعلم في اكاديمي اوف سيجما. لازم تفهم احنا بنلعب اللعبه دي ازاي. لو انت بجد بتخطط تبدا بيزنس كبير، لازم تبقى فاهم اللعبه بتلعب ازاي. انت مش عارف ده، فلاقي نفسك ان انت عمال تصرف كتير قوي في الادز. بتلاقي نفسك بتعمل برايسنج بشكل غلط. بتلاقي نفسك بتحط تكلفه المنتج او بتحط تسعير المنتج بشكل غلط. انت ملخبط الدنيا. فتلقائي التكلفه بتاعت الادز عليك عاليه، مش هتبقى 150,000. لا، تكلفه الادز معاك دافع 300,000. لا، تعال نقول دافع 400,000 عشان تعمل 1,000,000 جنيه سيلز. يا فرحتي. عشان تعمل منهم في الاخر، تستلم في الاخر 800,000. يا فرحتي. عشان في الاخر نيجي نبص نلاقي ان انت النت بروفيت بتاعك سالب 78,000. يا فرحتي، انت خسران 10%. انت خسران فلوس. انت عامل 1,000,000 جنيه ريفينيو بس خسران فلوس. ركز على ارقامك بشكل صح. هفضل اقولها لك طول الوقت. هنيجي ننزل اكتر نبص على الانفلونسرز واليو جي سيز. انا عايز اعمل اويرنس يا سيجما، انا عايز اعمل وعايز اسوي. اروح ابعت الانفلونسرز ما لهمش اي 30 لازمه. عندهم بس مالين على ورق، ما لهمش لازمه. مش هيفرقوا في البراند بتاعك، مش هيفرقوا ان انت تعمل سيلز دلوقتي، لان دي الحاجه اللي انت محتاجها. البيزنس بتاعك محتاج بروفيت، البيزنس بتاعك محتاج كاش فلو، مش محتاج انفلونسرز يتكلموا عنه. لما تعمل بروفيت وتعمل كاش فلو، يبقى معانا بجد كاش فلو حقيقي، نبدا نجيب انفلونسر نديها 100,000 جنيه. تمام، لكن انت لسه في مرحله مش محتاج ده. انت لسه بتعمل بس مليون جنيه في الشهر، ولا حاجه، هبل. فوقتها بالنسبه لنا بالرقم ده، حبيبي ما تصرفش اكتر في الانفلونسرز. اصرف على يو جي سيز، اسعارهم قليله. لكن لا يا سيجما، انا عايز اروح لانفلونسر خطيره هتقلب لي البراند، هديها 100,000 جنيه. حلو، برافو، اديناها ال 100,000 جنيه. تعال نبص، النت بروفيت بتاعنا قل، بقينا عاملين 92,000 جنيه بس. النت بروفيت بتاعنا يعتبر قل النص. مكسبك قل النص. انت بقيت كسبان 11% بدل ما انت كنت كسبان 22% او 21%. فاهم الفكره؟ طب هل هي فرقت في البيزنس بتاعي؟ ولا حاجه، ولا فرقت في اي حاجه. الناس خلاص ما عادوش بيثقوا في الانفلونسرز، الا لو انت حاجه ميجا، حاجه كبيره، عايز تعمل اناونسمنت على حاجه ما اتعملتش قبل كده. وقتها هات انفلونسر. لكن انت منزل تي شيرت وشورت، تجيب انفلونسر ليه في البيزنس بتاعك؟ فتاني، لازم تركز على الارقام بتاعتك. كريتيف برودكشن، الايجنسي، الكلام ده كله يا جماعه لازم تركز في ارقامه. السالاريز بتاعتك، يا حبيبي يا سالاريز، هروح اجيب معايا شركه تصوير كامله تبقى شغاله معايا ان هاوس. هروح اجيب فوتوجرافر يبقى شغال معايا ان هاوس، هديله في الشهر 50,000 جنيه يعمل لي كونتنت. مش محتاج كل ده. مش محتاج تدفع 50,000 جنيه لحد في البرودكشن يبقى عندك، ولا محتاج تصرف ان انت تروح كل شويه مش عارف تأجر كذا في استوديو، ولا مش محتاج تصرف كل المصاريف دي. لازم تركز على مصاريفك، عشان هتعلي المصاريف دي هيتقص منك في النت بروفيت. هتلاقي نفسك انت كبزنس مش عارف تكبر.
ركز على البروفيت، ركز على المكسب. كذلك في السوفت ويرز، كذلك في الوير هاوس بتاعك، ركز على المكسب اللي انت بتعمله في البيزنس بتاعك. احنا بنعمل ده عشان نكسب فلوس، مش بنعمل ده علشان نبان ان احنا كرييتيف ما عملناش حاجه او عملنا حاجه ما اتعملتش قبل كده. فهدفك الاساسي هو الربحيه من البيزنس ده. عارف ان معظمنا ممكن يبقى شباب، عارف ان معظمنا ممكن يبقى في العشرينات، فيلا ونبتدي ونعمل، وبعدين وانت مش بتكسب منه، وبعدين وانت بتلعبه بالشكل الغلط. لو انت حد شغال على البراند بتاعه، تعمل $500,000 في الشهر سيلز او اكتر، وجاهز ان انت بجد تكسب من البيزنس بتاعك، جاهز بجد تعمل بروفيت من البيزنس بتاعك، مش بس شغال مع ميديا باير كل اللي بنعمله ان احنا عملنا $1,000,000 سيلز في الشهر، عملنا $2,000,000 سيلز في الشهر، عملنا $3,000,000 سيلز في الشهر. انت عملت مكسب ايه؟ ولا حاجه. انت غيرت حياتك ازاي؟ ولا حاجه. البيزنس وداك فين؟ ولا حاجه. لو انت في البوزيشن ده، ادخل اكاديمي اوف سيجما، ادخل في السكيل بلان اللي احنا فيها، ساعدنا نسكيل البراند بتاعك، نقدر نساعدك بشكل كبير قوي ان انت تغير حياتك بجد، بره عن الهبل بتاع الارقام الخرافيه ان احنا عملنا وسوينا، وفي الاخر كله بيحاول يعمل ماركتنج على البيزنس بتاعك، كله بيحاول يسوق لنفسه على البيزنس بتاعك، مفيش حد قادر يساعدك بجد ان انت تعمل بروفيت او مكسب حقيقي. لو انت جاهز تشتغل بجد، ادخل على اللينك اللي تحت وهنساعدك. سايب لك برضو اللينك بتاع الشيت ده تحت، تقدر تدخل عليه وهتستفيد جدا منه. ابدأ سجل كل حاجة فيه. شكرا، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.